ما بعرف شو بدي اقول، بس لك يا حيف يا حيف يا حيف يا حيف ويا حيف ويا حيف، رصاص على الناس العزل يا حيف، اطفال بعمر الورد تعتقلن كيف رصاص على الناس العزل يا حيف، اطفال بعمر الورد تعتقلن كيف ولك خبرني كيف ولك كيف انت ببلادي وعم تقتل بولادي، صهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حيف، ولك هذا اللي صار يا حيف، وصرنا سلفية ومندسين مخربين. ولك يا حيف كيف وليش الأذية؟ بس لأنه الشعب كان مطلب ويشوف الحرية يا حيف، سمعت الشباب الحرية على الباب وطلعوا يهتفوا لها، شافوا البواريد قالوا هدولين اخوتنا وجايين يساندونا، مش رح يضربونا، ضربونا بالرصاص الحي ومتنا، بس يا حيف متنا ومتنا بإيد اخوتنا. ما اكتفوا هيك بلشوا بالمجازر، قلعوا الأظافر، قتلوا الحرائر المطلوبين النازحين الفارين بالآلاف، حاصروا كل المدن وداهموا المنازل، الشوارع مليانة بالدبابات والمدافع، الرعب الخوف عم نشوفه بكل مناطق. لمين بدنا نشكي؟ لمين بدنا نقول؟ الثورة السورية رح تضل تقول يا حيف يا حيف ويا حيف ويا حيف، رصاص على الناس العزل يا حيف، اطفال بعمر الورد تعتقلن كيف رصاص على الناس العزل يا حيف، اطفال بعمر الورد تعتقلن كيف لك خبرني كيف ولك سلمية وكيف عم تضربني بالنار؟ فهمني كيف سلمية ويا للعار ويا للعار يا حيف، ايد بايد طلعنا على المظاهرات، المسقف مع الامي الغني مع الفقير، اتمسكنا بالامل وصرنا نقول شعارات سلمية سلمية، ثورتنا سلمية، ما بدنا طائفية بس بدنا وحدة وطنية، كلنا ايد وحدة، عرب اكراد اسلام مسيحية، الشعب السوري صار واحد ما عاد في عنصرية، يوم يوم عم بيمر عم نستنى الاصلاحات، عم بتزيد القتلى وعم بتزيد الاعتقالات، الشعب ما رح يتراجع مصر على الحرية، رح تستمر المظاهرات بكل مدن سورية. شكرا لكل القنوات الفضائية والدول اللي شجعت وساعدت الثورة السورية، شكرا لكل الثورات العربية، شكرا لابو عزيزي لانه عطانا هدية ما بتنباع ولا بتشترى، لأول مرة بحياتنا رح ندوق طعم الحرية. نادينا سلمية سلمية ورديت علينا دموية، بس لك يا حيف يا حيف يا حيف ويا حيف، زخ رصاص على الناس العزل يا حيف، اطفال بعمر الورد تعتقلن كيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف، اطفال بعمر الورد تعتقلن كيف لك خبرني كيف لك خبرني كيف يا حيف ويا حيف